يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم دجاج بالزعفران والكريمة مع أطيب أرز بالزرشك. ما تتخيلوا هالوصفة قديش بسيطة وقديش طعمها طيب. من الوصفات اللي بعتمدها في مناسباتي، سهلة وبسيطة وطعمها بشهي وبتبيض الوجه. تعالوا أورجيكم كيف بعملها بالتفصيل خطوة بخطوة، أنا متأكد رح تحبوها. أول خطوة هون رح أعملها، رح أحضر الزعفران. الزعفران اللي استخدمته هون هو الزعفران الإيراني أحسن نوع. رح أطحنه حتى أخذ أفضل نتيجة للزعفران. هلا هون بعد ما طحنته رح أحطه بالمي الباردة، وبعدين هون رح أنزل عليه ملعقة كبيرة من ماء الورد، إذا حبيتوا ملعقة صغيرة أكيد بصير. رح أتركه على جنب مدة ساعة حتى ينقع عندي تماما. بالنسبة للدجاج هون رح أستخدم كيلو من صدور الدجاج. طبعا رح أنزل عليها نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، ملعقة صغيرة من البابريكا، نصف ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الملح، بالإضافة لنصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. هاي البهارات اللي رح نحتاجها. هلا هون رح ننزل المطيبات، ملعقة صغيرة من الثوم المحروس، ورح نحتاج كمان حبة من البصل. البصل عندي هون لازم يكون مقطع مكعبات صغيرة. نزلت هون نصف كوب من لبن الزبادي، ورح نحتاج أقل من نصف كوب من زيت الزيتون، بالإضافة لربع كوب من عصير الليمون، وآخر إشي هون رح تنزلوا ربع كوب من منقوع الزعفران. طبعا تتخيلوا هالتتبيلة قديش طيبة. هلا هون بخلطهم كثير منيح، وبترك الدجاج منقوع بالتتبيلة أقل شي مدة ساعتين، وإذا عملتوه قبل بيوم بتاخذوا نتيجة أحسن وأحسن. هلا هون رح أدخله الثلاجة. بعد ما خلصنا هون مرحلة النقع، هلا هون رح نطبخه. طبعا رح نحتاج 50 جرام من الزبدة. الزبدة هون رح تعطي طعم كثير طيب. ممكن كمان هون تحطوا معها ملعقتين كبار من زيت النباتي. رح أنزل هون الدجاج ورح أتركه عندي حتى يستوي تماما. أول ما يستوي عندي هون رح أنزل كوب من الكريمة. طبعا الكريمة اللي استخدمتها هون هي كريمة الطبخ تقريبا 300 مل. رح أتركهم هون يتسبكوا مع بعض تقريبا مدة 10 دقائق، انتوا حتى تاخذوا القوام اللي انتوا بدكم إياه. شوفوا لي يا ما أحلى، طبعا ما شاء الله طعمه وريحته غير شكل. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للأرز. رح نحتاج نصف كوب من الزيت النباتي، 4 أكواب من أرز بسمتي مغسول ومنقوع مدة ربع ساعة. نزلت هون ملعقتين كبار من الملح وكم حبة من الهيل، بقلبهم مع بعض. بعديها هون رح أنزل المي السخنة. كل كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع مدة ربع ساعة بمية الحنفية بنزل عليه كوب ونص من المي المغلية. هلا هون رح أترك الغاز عندي على العالي، وأول ما أشوف عندي حبة الرز بلشت تبين بوطي الغاز وبغطي الطنجرة حتى يشرب عندي هون الرز كل كمية المي. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للزرشك. طبعا الزرشك هو التوت البري المجفف، موجود في المطبخ الإيراني. هلا هون رح أغسله كثير منيح، بعديها رح أنقعه مدة 10 دقائق وبصفيه بالمصفاية. لطبخ الزرشك هون رح نحتاج 30 جرام من الزبدة. طبعا لازم تستخدموه مع الزبدة. نزلت هون الزرشك بعد ما صفيته من المي، بقلبهم مع بعض. طبعا الزرشك هو معروف انه هو حامض، عشان هيك بنحط له ملعقتين كبار من السكر. بقلبهم مع بعض تقريبا مدة دقيقة، وبعديها هون رح أنزل منقوع الزعفران كل الكمية اللي ظلت عندي. هون بتركهم مع بعض تقريبا مدة 3 دقائق. الزرشك هون ما بده طبخ كثير، ما تطولوا في طبخه. بشيله عن الغاز وبنزل فوقيه الرز. شوفوا لي ما شاء الله ما أحلى حبات الرز. طبعا هون الرز عندي أول ما طفيت عليه الغاز، شوفوا لي ما شاء الله ريحته جد بتشهي. وما تتخيلوا كم حبة من حبات الهيل اللي حطيتها مع الرز قديش أعطت نكهة طيبة. هلا هون رح أشيل ربع كمية الرز وأنزلها فوق الزرشك. طبعا خطوة كثير مهمة عنا، أول ما تطفوا الغاز بتنزلوا الرز فوق الزرشك حتى يشرب عندي هون كل النكهة. شوفوا لي ما شاء الله ما أحلى اللون. إذا ما لون عندكم الزعفران ممكن تحطوا شوي من بودرة الزعفران. وهيك عندي الدجاج والكريمة صاروا جاهزين. أنا بدي إياها تكون عندي الكريمة بهذا القوام. ما شاء الله ريحتها بتشهي. وقت التقديم هون بالصدر بتنزلوا كل كمية الرز وبتوزعوها، وبعدين هون بتحطوا الرز مع الزرشك بتحطوه على الأطراف بهاي الطريقة، وبتحطوا الدجاج والكريمة بالنص. شوفوا ما شاء الله ما أحلى طريقة التقديم. بالنسبة للتزيين هون زينته بالصنوبر، ممكن تزينوه باللوز، وحطيت شوي من البصل المقلي رح يعطي طعم كمان طيب. وآخر إشي يا أما بتزينوه بالكزبرة، أنا هون زينته بشوي من البصل الأخضر. وهاي وصفتي لليوم. إذا حبيتوها وعجبتكم ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.